3 ارقام تاريخيه للاعب النادي الاهلي الجديد الفرنسي انطوني موديست في الدوري الالماني. الانجاز الاخير فعلا تاريخي. طبعا كلنا عارفين ان فترة توهج انطوني موديست والتجربة الافضل في مسيرته كانت مع نادي كولين، النادي اللي قدر يحقق فيه ارقام تاريخية في مسيرته وقدر يتألق وقدم مستويات عالية جدا. علشان كده تعال نعرف ابرز 3 انجازات مع نادي كولين. الانجاز الاول، في موسم 2015-2016 انطوني موديست عمل رقم تاريخي غير مسبوق في الدوري الالماني، لانه اصبح اكتر لاعب فرنسي في تاريخ الدوري تسجيلا للاهداف في موسم واحد، الموسم اللي قدر يسجل فيه 15 هدف. فلك ان تتخيل ان محدش عمل الرقم ده من قبله. لعيبه كبيره فرنسيين الجنسيه لعبوا في الدوري الالماني، ولكن محدش قدر يوصل لنفس الرقم. الوحيد اللي قدر يكسر الرقم ده في الموسم اللي بعده كان الفرنسي فرانك ريبيري اسطوره بايرن ميونخ، وده كان في موسم 2016-2017. الانجاز الثاني، مع نهايه موسم 21-22 قدر موديست يكون واحد من افضل 20 لاعب اجنبي في تاريخ الدوري الالماني، لانه في الوقت ده وصل ل 83 هدف في الدوري وبفارق 3 اهداف فقط عن النجم الفرنسي فرانك ريبيري. والحقيقه يعني ده رقم كبير جدا في دوري من اصعب الدوريات في العالم. موديست قدم مسيره تاريخيه وواحد من اللعيبه اللي هتتذكر دايما في التاريخ. يلا بينا يا صديقي نروح للانجاز الثالث والاهم والانجاز الاخير معانا. الانجاز الثالث، في موسم 2016-2017 بسبب تألقه أثناء الموسم ده والطفرة الكبيرة اللي كان عاملها مع نادي كولين، قدر يعمل إنجاز كبير جدا غاب عن النادي 25 سنة، لأنه قدر يقود كولين إنه يفنش الدوري في المركز الخامس ويتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد ما قدر يسجل 25 هدف أثناء الموسم. وآخر مباراة قدر يسجل هدف وعمل احتفال شهير جدا. الاحتفال اللي قدامك ده كمان جمهور كولين نزل الملعب وقتها وشالوا موديست واحتفلوا معاه بسبب الموسم التاريخي اللي قدمه. تعال نشوف اللقطة ونرجع نتكلم تاني. Это Антони Модест. И куда он бежит? Конечно же, бежит он туда праздновать. اللي انا عاوز اقوله في نهايه الحلقه ان انطوني موديست واحد من افضل اللعيبه في تاريخ الدوري الالماني، ولاعب اكيد مش هنقيمه دلوقتي لان تاريخه كبير ولاننا شفنا منه كتير جدا وسمعنا عنه. فعلشان كده اللاعب لو حالفه التوفيق مع النادي الاهلي او لا فهو لاعب كبير وان شاء الله يقدر يضيف للنادي الاهلي في الموسم القادم ويعمل تاريخ جديد مع النادي الاهلي ويكون واحد من اعظم اللعيبه المحترفين اللي انضموا للنادي ان شاء الله. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي. اتمنى تقول لي رايك في اللاعب وتقول لي وجهة نظرك، هل اللاعب ممكن يقدم اضافه للنادي الاهلي ولا انت شايف ايه؟ واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير يا حبايب، سلام.